وين اني؟ بالسماوه. تذكرون هذا المقطع؟ إذا توفت أم إحنا وين نروح؟ نظل بالشوارع. مستحيل مستحيل احنا موجودين وانتم تصيرون بالشوارع، لا والله. قبل حوالي 7 ايام انا بهاي 7 ايام ما نايم، يشهد الله ما نايم، وهذا التعب كله والسهر على مود انه انتشل هاي العائله. قلت لازم اشتري لها بيت. ام حسين، يا ام حسين شلونك؟ هلا ومرحبا. شلون الصحة؟ الله يسلمك، الله يبارك فيك. الله يخليك، سمعت فيك هنا من البارحة. اي والله كانت عندي شغلة ضرورية. ويدري السيد قلت لازم اجي ازوركم، كانت شغلة ضرورية عندي والله. تفضلوا تفضلوا. الله يسلمك. تفضلوا. السلام عليكم. شلونك يمه؟ هاي انتم هنا تطبخون؟ هنا نطبخ. وهنا تنامون؟ وهنا ننام. خوب ما عرفتي المدرسة، انت قلتي لي انا قلت لك دير بالك تعوفين المدرسة. لا ما خوب ما عرفتيها. انت ايش سويتي بيا من نزلت دموعك؟ مو سويتي بيه، سويتي بالعراقيين. العراق كله بكى عليكم. زين البيت ده هو دا يطب لنا. شنو البيت ما بي؟ الجام مكسور. الجام مكسور؟ كسر فوق الجو. خلي كراتين. شلونك يمه؟ شلون الصحة؟ ان شاء الله بخير. الله يعطيك العافية، ادعوا لها للحجية بها كانسر، ان شاء الله تقوم بالصحة والعافية. فانا احب ابشركم انه انا جيت للسماوة، اشتريت البيت، الله يشهد، اشتريت البيت وانا صار لي الله يسلمك. لان انا اعرف انت عندك بس بنات واولادك صغار، فخفت عليهم، قلت لازم مكان يعني بيه ناس هوايه سكني على مود حتى اطمئن عليهم، لان انا مو يوميا جاي للسماوه. هذا البيت 150 متر، مو بلوك، طابوق بيكفيكم ان شاء الله. وبالمستقبل سيد حبيب وعدني ان شاء الله ما يقصر هو والكادر مالته، بارك الله يبني لكم طابق ثاني. الله يستر عليك. والاهم من هاي شنو يا ام حسين؟ تعرفين شنو هي؟ هاي الحديقه حتصير محل لكم تسترزقون من عندها. يلا تفضلي شوفي البيت. اللهم صل على محمد وآل محمد. وانا ما متوقع هذا الشيء والله العظيم. ما متوقع هذا الشيء. الحمد لله. عمو حبيبتي لا تمشينا من المرة الثانية. تعاي حبيبتي. متوقعة هذا الشيء؟ ها؟ دموعك غالية ام حسين، دموعك غالية. الله دزاك من سبب هاي الايتام. صحيح انا اقول لك تعبنا بس اكو ثمرة. هذول الناس همات ما قصروا وياي، صار يومين وهذا اليوم الثالث وياي من حي لحي، من مكان لمكان. قمت اطب للبيت، يشهد الله على كلامي، كل بيت الاطباء اعتبره بيتي، اقول لهم لا هذا اللبخ مالته مو زين، هاي الغرفه ناصيه، هاي من طيبتك. قلت هسه بقلبهم يقول